السلام عليكم. النهارده أنا جاية أتكلم في الحلقة عن إزاي نتعامل مع الشخص اللي أهله بيكونوا مسيطرين عليه، وهل العلاقة دي ليها مستقبل والّا لأ؟ كام حد فينا حياته حاليًا حتى لو كان فعلًا الزواج تم، دماغه طول الوقت بتفكر أنا متجوز فرد والّا متجوز عيلة. في ناس بتحب شخص كويس جدًا، بيبقى محترم وحنين وبيحبها بجد. لكن أول ما العلاقة تدخل في الجد، الواحد بيكتشف إن في طرف تالت موجود طول الوقت، سواء الطرف ده كان الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، بس هو في طرف تالت لازم يتحكم في كل حاجة. أي قرار لازم يكون شريك فيه، كل خناقة بيكون عارفها، كل خطوة لازم موافقتهم في الموضوع. وساعتها زي ما بقول لكم الدماغ بتبدأ تفكر، هو أنا مرتبط بالشخص ده ولا أنا مرتبط بعيلة كلها؟ النهارده هنتكلم عن واحدة من أصعب العلاقات، وأنا بشوفها فعلا علاقة صعبة جدا. العلاقة اللي مع الشخص أهله بيكونوا مسيطرين عليه. هنفهم ليه ده بيحصل، وإمتى يكون طبيعي، وإمتى يبقى خطر، وإزاي تتعامل مع من غير ما تدخل أو تدخل نفسك في حرب مع أهله. أنا ما بقصدش لا رجل ولا امرأة في أي حلقة من حلقاتي، ما عنديش انحياز، ولكن الست دايما بطبيعتها في البداية قبل ما تتجوز هي ليها شخصيتها، ولكن تظل تحت كنف والدها. فبالتالي لازم يكون في طرف من عيلتها بيتدخلوا في أي أمر، لازم يكون في قرار فاصل. لكن الراجل، احنا ما بنقولش ان الراجل يكون خارج عن اهله او اهله ما يطوعهمش، ما بنقولش كده. لكن ما ينفعش يكون كل حاجة الاهل مسيطرين فيها. وهنا الحلقة بتاعت النهاردة هتكون اغلبيتها على الرجال، لان المرأة قبل اي آه، علاقة جدية بتكون تحت رعاية الأسرة بتاعتها. يعني ايه شخص اهله مسيطرين عليه؟ في فرق كبير جدا يا جماعه بين شخص بيحترم اهله وشخص ما عندوش شخصيه قدامهم. احترام الاهل شيء جميل ولازم وما فيش فيه اي كلام، لكن السيطره معناها ان الشخص ما يعرفش ياخد قرار لوحده. لو اشترى حاجه يسال امه، لو خرج يسال ابوه، لو هيخطب الاهل يقرروا، لو حصل خلاف بينكم بيجري ويحكي لأمه، ولو أمه قالت له سيبها يسيبها حتى لو كان بيحلها، حتى لو الحب ده واصل درجة عالية. ماما قالت سيبها هسيبها، وده معناه إنه مش هو اللي بيدير حياته، في حد تاني هو اللي بيديرها. لبعض الناس بيقولوا كده في أسباب كتير قوي، إن أول سبب بيكون التربية. في بيوت بتربي أولادها إن الطاعة المطلقة دي فضيلة، يعني ممنوع النقاش، ممنوع تختلف، ممنوع تقول رأيك، ما تتناقش، ما تتكلمش. الولد يكبر وهو مقتنع إن أي قرار لازم يوافق عليه أهله. الخوف من زعل الأهل ده بيكون السبب التاني. في ناس عندها خوف مرضي، يحس إنه لو قال لأ يبقى عائق، وده بيخليه يضحي بنفسه عشان يرضيهم. وفي جزء تاني او سبب تالت، ان هو يكون معتمد عليهم اعتماد المادي. لو الشخص معتمد ماليا على اهله، غالبا هيكون قرار مش حر، مش هيعرف ياخد قرار، ودايما يبقى فيه شعور بذنب.
الأهل ساعات بيستخدموا جمل زي إيه؟ بعد اللي عملناه معاك إحنا تعبنا علشانك كتير، هتكسر قلب أمك. فيبدأ الشخص يحس بالذنب طول الوقت. علامات إن السيطرة وصلت لمرحلة خطيرة لازم تاخدي بالك منها. مش كل ارتباط بالأهل مشكلة، لكن في علامات لازم تقفي عندها. وأول علامة إن كل قرار لازم موافقة الأسرة. تاني علامة يحكي كل تفاصيل العلاقة، دي حاجة يعني خطيرة جدا. تالت علامة يا جماعة يغير كلامه بعد كل زيارة لأهله. مرة يقولك موافق، بعدها بيوم ماما شايفة غير كده. ما يعرفش يقول لا، حتى لو كان الطلب ظالم ما يقدرش يقول لهم لا. يلومك انك سبب في المشاكل بدل ما يتحمل مسؤوليتها. تأثير السيطرة على العلاقة أول حاجة اختفاء الخصوصية. كل مشكلة بينكم هتبصي تلاقي إن العيلة وعيلة العيلة عارفين، وبالتالي كل الناس هتتدخل. وما أعتقدش إن في حد أصلا يقدر يستحمل كده. طول الوقت في سوء فهم، لأن الواحد بيسمع من طرف واحد. لما تيجي تسمعي من طرف واحد ما تقدريش تحكمي، لازم تسمعي على طرفين. فطول الوقت بيكون في سوء فهم ومبيبقاش في ثقة، لأن بتحس إن كلامك بيتنقل بره العلاقة. الست لما بتتجوز عشان استقلال، عشان بيكون في استقلالية ويكون في بيت ويكون في هي الملكة ويكون في القرار مشترك بينها وبين جوزها، مش بينها وبين 10 15 فرد. الإحساس بعدم الأمان مشكلة كبيرة، لأنك مش عارف بكرة مين هيقرر مصير العلاقة. ما ممكن تصحى الصبح تلاقي مامته قررت اتضايقت منك أو هي مش عايزاكي أو طلقها. فعدم الأمان مش حاجة كويسة خالص. أكبر الأخطاء اللي الناس بتعملها أول خطأ الدخول في منافسة مع الأهل. خلي بالك بقى دلوقتي ما ينفعش الجزء ده إن إحنا نركز فيه قوي. يعني ما ينفعش إن إحنا ندخل في منافسة مع الأهل، لأن ده مستحيل تكون أنت الكفة الربحانة، مستحيل تكسبي. ما ينفعش أدخل في مقارنة مع أهله. ده أول خطأ وخطأ كبير. وخطأ تاني إجباره يختار بينك وبين أهله. ما ينفعش أقف في وسط الأوضة أو في وسط الصالة أو في وسط البيت ويانا يا أهلك اختار. ما ينفعش. ما ينفعش تحطي نفسك في كفة وأهله في كفة تانية، لأن أهله هيكون هي الكفة الربحانة. ما ينفعش نشتم الأهل كل شوية، ساعتها هيقف ضدك تلقائي. ما انت بتعمل زي امك، ما انت امك فيها اختك عليها. ما ينفعش. الصبر بلا حدود ده غلط خالص. ونفضل نقول معلش اصله هيتغير، معلش اصله عنده ظروف. ليه؟ مش هيتغير لوحده. مش هيتغير ان انت صابره عليه من غير ما تتكلمي وتقولي النقاط اللي مضايقاكي. مش هيتغير. تعالي بقى اقول لك ازاي نتعامل صح مع الشخص اللي عيلته مسيطرة عليه. اول حاجة لازم نبدأ بالحوار، ولازم اسأله انت شايف حدود تدخل اهلك في حياتنا لحد فين؟ وسيبيه يتكلم واسمعيه من غير هجوم. هتحددي معاه احتياجاتك
قول انا محتاج خصوصيه، مش محتاج ان كل خلاف يعرفوا الناس كلها، وبدون ما نذكر كلمه اهله. خلي بالنا، انا قلت ان انا هقول انا مش محتاج ان اي خلاف يحصل بيني وبينك الناس كلها تعرفه، ما قلتش اهلك يعرفوه. مراقبه الافعال، افضل اراقب الافعال مش الكلام. مش الكلام، ما اقفش على كل كلمه وكلمه. ممكن كلامه ما يتنفس فنبقى عملنا خناقات على الفاضي، لكن الافعال هي اللي هتبين الصح من الغلط. لو قال لك انا ما اقدرش ازعل امي، اساله بهدوء، هو احترام الام معناه ان حياتك كلها تبقى ملك ليها؟ الفرق كبير قوي بين الاحترام وان الحياه تبقى مسيطر عليها. الاحترام واجب معروفه، لكن اداره حياتك دي مسؤوليتك انت، مش مسؤوليه اهلك او امك. هل الشخص ده ممكن يتغير؟ ايوه ممكن يتغير. ايوه ممكن يتغير، لكن بشرط هو نفسه يعترف بالمشكله، هو شخصه وذاته يقول انا غلطان، انا عندي مشكله. لو شاف ان كل اللي بيعمله طبيعي، التغيير هيكون صعب جدا. وخلي بالكوا الشخصيه دي بيبقى عندها جزء نرجسيه، يعني لو الشخص نرجسي التغيير مش هيكون موجود، والتغيير هيكون ان وجد صعب جدا، لان الشخص النرجسي اصلا ما بيعترفش باخطائه، فالتغيير هيكون منعدم، ولو موجود نسبته ضعيفه. عشان بس نبقى عارفين الفرق، لان لازم يعترف باخطائه. بعد الجواز ناس كتير فاكره كل حاجه هتتغير، لكن الحقيقه غالبا اللي بيحصل قبل الجواز هيزيد بعد الجواز. يعني ما تقعدوش كده وتقولوا هنعدي، مش مهم المرة دي، بعد الجواز هيختلف، لما باب واحد يتقفل لا 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 لا، مش هيتغير. مش هيتغير، الطبع ما بيتغيرش. لو أمه كانت بتقرر وهو خاطب، طب قولي لي كده، هتقرر وهو متجوز في كام حاجة؟ أكيد هي اللي هتقرر في كل حاجة. طالما هي كانت بتقرر في فترة الخطوبة يبقى هتقرر بعد الجواز. لكن يجي هنا بقى جزء، امتى اكمل؟ امتى اكمل في العلاقه دي؟ كمل بقى او كملي لو لقيتي ايه او لقيت ايه. بيحاول يستقل، بيعرف يقول لا بس بأدب، بيحافظ على خصوصية العلاقة بين كنتوا الاتنين فقط، بيتحمل مسؤولية قراراته، ما بيستناش حد ياخد له القرار. هنا اقدر اقول لك كملي، في امل، ممكن نتغير. لكن امتى ابدا اللمبه الحمراء تنور عندي وامتى اعيد التفكير؟ لما الاقي كل قرار عند اهله، لما الاقي مفيش حدود في اي حاجه، لما كل مشاكلكم عند العيله، لما رايك ما بيتاخدش وراي اخر هو اللي مسيطر على كل حاجه، لما يكون رايك انت اخر حاجه، حياتكم بتدار بس من الخارج. دي كلها اسباب تنور الضوء الاحمر، لا ما ينفعش التكمله. النصيحه، افصل بين الاحترام بتاع الاهل والاستسلام ليهم. اتكلم وقت الهدوء، حط حدود واضحه، راقب التنفيذ، ما تتدخلش في صراع مع اسرته. يعني ما جيش الاقي
ادخل نفسي في الصراع مع الاهل، مش هيقف في صفك. قيم العلاقه بالافعال مش بالوعود. انا هعمل لك، انا هسوي لك ان شاء الله، طب الاسبوع اللي جاي، طب الشهر اللي جاي. وعوده ما بتتنفس. عشان كده بقول راقب الافعال مش الكلام. لازم تسال نفسك لو الوضع فضل زي ما هو 5 سنين هتكون راضي؟ لو فضلت انت في الوضع ده لمده 5 سنين قدام، الاحساس هيكون ايه والشعور هيكون ايه؟ هبقى راضي؟ وجود اهل في حياه انسان نعمه، ربنا يحمي كل الاهل، واحترامهم واجب. لكن في نفس الوقت اي علاقه ناجحه لازم يكون فيها شخصين كبار قادرين ياخدوا قراراتهم ويحافظوا على خصوصيه حياتهم ويحترموا اهلهم من غير ما يسمحوا لاي حد يدير علاقتهم بدلا منهم. لو لقيت ان الشخص بيحاول يحقق التوازن ده بين بر اهله وبين مسؤولياته اتجاه شريك حياته، فدي علامه مطمئنه جدا تستحق الدعم والصبر. لكن لو كل قرار في العلاقه بيتحدد براي الاخرين ومفيش اي استعداد للتغيير او وضع حدود للمهزله دي، فاسال نفسك بصدق، وقف مع نفسك وقفه. هل المشكله دي هتبقى مؤقته ولا دي طريقه حياه هتفضل مستمره بعد الارتباط والجواز؟ افتكر دايما الحب لوحده مش كفايه يا جماعه. دايما البدايات بتبقى جميله. العلاقه الناجحه محتاجه نضج وتحمل مسؤوليه وحدود واضحه واحترام متبادل بين الطرفين وبين الاهل ايضا. تاني، اقف مع نفسك لو انت لسه بره الجواز، وفكر او فكري، هل العلاقه دي تقدر تستمر ولا لا؟ وخصوصا لو سبب اللي احنا بنتكلم عليه النهارده كان موجود، اللي هو سيطره الاهل. لو عجبك الفيديو شاركني رأيك في التعليقات، وهل سبق وتعاملت مع شخص كانت عيلته متحكمة في كل قراراته، وازاي قدرت تتعامل مع الموقف ده؟ محتاجين آرائكم ومشاركة آرائكم معانا. شير ولايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا جديد. مستنية كومنتاتكم وتعليقاتكم عن لو حد فيكم كان خاض تجربة زي دي، يا ريت ما يبخلش علينا بالكومنت بتاعه.